جبت لكم كورس لاكبر واحد مشهور عند الغرب بيتكلم عن الفلوس والبيزنس وانك ازاي تطور من حياتك، واللي هو ايمان جاتزي. طيب مين ايمان جاتزي للناس اللي ما تعرفوش؟ ايمان جاتزي شاب زيه زينا، بدأ اول بيزنس ليه من وهو عنده 17 سنة. انت متخيل 17 سنة واحنا كنا بنلعب في الشارع؟ ايمان جاتزي كان في اوضته بيبتدي اول بيزنس ليه، وقدر يعمل اول مليون واول 2 مليون دولار لما وصل ل 18 سنة. وغير كده كان مشغل موظفين تحت ايده. كل الكلام ده وايمان كان لسه مراهق، وهو حاليا 24 سنه ووصل لل 100 مليون دولار، وكمان بيعمل 30 مليون دولار تقريبا في السنه. ايمان حرفيا من اكبر المؤثرين في الغرب، وعنده قناه داخله على ال 5 مليون مشترك. عمل كورس الاس ام ام اي اللي كسر الدنيا حرفيا. فالخلاصه ايمان راجل ناجح من وهو مراهق وشاب زيه زينا. فعمل حاليا كورس جديد اتعمل من فتره واسمه ديجيتال لانش باد. فطبعا انا قدرت ان انا هوصل للكورس ده بطريقه فانا جبت الكورس واتفرجت على اول حلقه، ويا على كمية المعلومات اللي موجودة في الكورس ده. فعامل لك سلسلة كاملة هشرح لك فيها كل حاجة في الكورس. ولكن تنويه بسيط، هو ما يعتبرش كورس ولكن يعتبر منصة كبيرة قوي بيعلمك فيها انك ازاي اول حاجة تغير من نفسك، تغير من عاداتك اللي انت بتعملها، عشان عاداتك هي اللي هتوصلك للحاجات اللي انت عايز توصل لها. بعد كده هيعلمك بكذا طريقة انك انت ازاي تبتدي تطلع فلوس. الكورس ده فعلا يمكن يكون من احلى الحاجات اللي انت ممكن تشوفها في حياتك، لانه هيقدم لك قيمة فعلا ليه، وحرفيا كسر الدنيا عند الغرب. طيب لو مثلا انت شخص حبيت انك تشترك كورس بطريقه كويسه، فانت هتحتاج انك هتدفع 100 دولار شهريا، ولو هتشترك سنوي فانت هتدفع 1000 دولار سنويا، لانه الكورس بيكون شهري، كل شهر بتدفع المبلغ المعين. انا عارف انك انت كحيان ومش هتقدر تدفع المبالغ دي كلها، فما تقلقش، انا زي ما قلت لك انا هشرح لك كل حاجه شفتها في الكورس بالتفصيل. وغير كده كمان الكورس اصلا بيكون بالانجليزي، فانا يعتبر جاي لك بالترجمه حرفيا. فما نرغيش كتير ونخش على اول فيديو او اول حلقه من ديجيتال لانش باد. ايمان هنا بيقول لك في ديجيتال لانش باد هيقدر يساعدك انك ازاي توصل لاول 1000 دولار. بس اول ما يقول لك انك ازاي توصل لاول 1000 دولار لازم انه اول حاجه هيعلمك العادات، وهيعلمك الحاجات اللي تقدر تخليك من نسبه اعلى 10% من الرجاله اللي في العالم. اعلى 10% من ناحيه الفلوس، من ناحيه الصحه، من ناحيه الشكل، من ناحيه كل حاجه. ولكن مش هتوصل لنسبه 1%، لان دي قصة تانية خالص، محتاجة فيديوهات تانية ومحتاجة اتجاه تاني خالص. فأول حاجة أنا عايزك تبطل إنك تتفرج على اليوتيوبرية اللي بتقول لك إنه بالطريقة دي أنا قدرت أعمل أول 1000 دولار، بالطريقة دي قدرت إن أنا أعمل أول 10000 دولار، بالطريقة دي بالطريقة دي بالطريقة دي، لأنه الناس كلها بتعرف تعمل فلوس بالطريقة اللي هي بتفهم فيها. فعامة الفلوس بتتعمل بطرق كتيرة أوي، فمش عايزك تهلك نفسك إنك تتفرج على الطريقة دي والطريقة دي والطريقة دي. كل اللي أنت محتاجه إنك تثق في شخص واحد بس، شخص واحد بس تثق فيه وتقول ايوه هو الشخص ده اللي هيساعدني ان انا هقدر ازاي هعمل فلوس، او هو الشخص ده اللي هيعلمني ان انا ازاي اطور من نفسي فعلا. كمان كفايه انك تتفرج على البودكاست اللي هو بيقول لك بودكاست عن المال، او بودكاست مش عارف كذا عن الفلوس، او بودكاست نصايح للشباب. كفايه انك تتفرج على البودكاست ده، كفايه انك تتفرج على البودكاست. مش عشان لا همنعك انك ما تتفرجش عليه، بس انت دماغك بتفكر دايما انه في سر. البودكاست ده انا لازم اتفرج عليه لمدته ساعتين عشان في سر معين اللي انا هطلع بيه واللي انا هقدر ان انا هعمل فلوس، او في سر معين هو اللي هيحطنا على طريق النجاح، او في سر معين هو اللي هيخليني هنجح في حياتي. مفيش اي اسرار، ولكن البودكاست فعلا بيكون محتوى قيم ومفيد، بس اتفرج عليه اكنه حاجه ترفيهيه، اكنه حاجه ترفيهيه مفيده. والحاله الوحيده اللي انت تتفرج على بودكاست عشان تتعلم منه اذا كان الشخص اللي طالع في البودكاست ده شخص فعلا انت بتثق فيه، وشخص فعلا انت خدت منه معلومات قبل كده. فلو كان الشخص ده اداك معلومات قبل كده وكنت بتثق فيه، تمام، انا هتفرج على البودكاست ده عشان استفاد منه. غير كده اتفرج للافاده ولكن للترفيه اكتر. وكمان كفايه تسمع للناس اللي هي بتفضل تحكي قصص نجاحاتها. اكيد الشخص بيكون عاوز ينجح عشان يحكي قصه نجاحه، بس في ناس بتكون الناس الكبيره بقى، او مش الناس الكبيره، يعني تلاقي واحد يعني شغال على البيزنس بتاعه ليه مثلا 15 سنه، فكان عنده براند او كان عنده شغل معين من 15 سنه. فالطرق اللي هو استخدمها في ال 15 سنه دي مش هي نفس الطرق بتاعت دلوقتي. اكيد الدنيا اتغيرت كتير وكل حاجه حرفيا خلاص اتغيرت. فعشان ما تهلكش نفسك بطرق قديمه هي فعلا نفعت، ولكن نفعت زمان معاه، بس حاليا الطرق اتغيرت وبقت في حاجات اسهل وبقت في حاجات اصعب، وكل حاجه حرفيا اختلفت دلوقتي. وايمان هنا بيحكي ان هو مش هديك السر اللي هو قدر ازاي انه يعمل بيه فلوس، لاننا قلنا انه مفيش حاجه اسمها اسرار، ومش هيديك الطريقه اللي هو ازاي قدر يعمل بيها فلوس، لاننا كمان قلنا انه الطريقه اللي هو عملها زمان، فمش لازم انها تنجح معاك دلوقتي.
وهنا اتكلم انه عشان تكون من نسبة 10% او من اعلى 10% رجالة في العالم، انك لازم تبطل تعمل الحاجات اللي ما بيعملوهاش نسبة 10% في العالم. لانه انت حرفيا لو انت ما بتعملش الحاجات دي فانت هتطلع لنسبة 10%. بس انت اسأل نفسك سؤال دلوقتي، هل انت حاليا نسبة 10% من الرجالة في العالم؟ يمكن انك تقول لنفسك اكيد لا، انا ما وصلتش لنسبة 10%. فيبقى كده في عادات انت بتعملها لازم انك تبطل العادات دي، لازم انك تعرفها وبعدين تبطلها. ومش مجرد انك تعرفها وبس، لازم انك تعرفها وتفهمها. ايمان هنا بيقول العاده بيعرفها لك وبيديك عليها زي شرح مبسط جدا، بس انا هنا هدخل لك بشرح تفصيلي على كل عاده عشان اخليك مدرك للحاجه اللي بتحصل لك. حرفيا لما هتكون مدرك لكل الحاجات اللي انا هقولها لك، صدقني انا هقول لك على كميه حاجات حرفيا هتفتح دماغك على حاجات كتيره قوي. صدقني في كميه حاجات انت ما كنتش تعرفها، وحتى لو كنت سمعت الحاجات دي قبل كده من حد تاني، الحاجات دي هقولها لك بكمية إدراك عالية أوي. واول عاده بتخليك انك ما توصلش لنسبه 10% وهي انك بتكون مدمن فيديوهات تحفيزيه. مش بتكلم على التحفيز وحته الانضباط، لا انا بتكلم في حته تانية، انك انت بتكون مدمن فعلا للفيديوهات دي، وهشرح لك دلوقتي ازاي. فزي ما في ناس مدمنه على الجانك فود والمأكولات السريعه، في ناس كمان مدمنه على الفيديوهات التحفيزيه، على الفيديوهات الشورتس اللي انت بتشوفها على انستجرام او تيك توك او ايا يكن، بقت موجوده حرفيا في كل حته. اللي تطلع لك فيديوهات تقول لك نو بين نو جين، واللي تجيب لك صور عربيات فيراري وصور فلوس ومش عارف ايه، وانت تفضل تشير البوستات دي عندك. ويفضلوا كمان يجيبوا لك لقطات انمي معينه، انه ازاي كان صغير بعد كده تحول وبقى كبير من بعد لما عمل الحاجه المعينه او من بعد لما اتبع طريقه. فالمشكله هنا انك انت مش بتحس نفسك انك بتتفرج على فيديوهات تحفيزيه. يعني لو انت بتتفرج على فيلم مثلا فانت بتستمتع بيه، بتحس نفسك انك بتتفرج على الفيلم. بس لما بتتفرج على حاجه تحفيزيه وحاجه عن النجاح وعن هدفك، فانت بتحس نفسك انك بتتطور فعلا. ودي هنا مشكله كبيره قوي، وبتحس نفسك انك هتكسر الدنيا. بس الفكره وانت بتتفرج على الفيديوهات دي، خوارزميات بتبقى بتلعب عليك، فعشان المنصه عارفه انك انت خلاص انت قررت انك تتطور وقررت انك تغير من حياتك من غير ما تفضل موجود عندنا. اكيد طبعا لا، فعشان هي عارفه انك مش عاوز الفيديوهات التانية، فقررت انها تعمل لك محتوى تحفيزي وتقدم لك فيديوهات تحفيزيه عشان تحسسك انك بتتطور وانت لسه زي ما انت قاعد على المنصه. فانت مفكر انه يعني خلاص انت فهمت المشكله هنا فين وخلاص هتقدر انك تحل المشكله. تعالى هحكي لك عن الكارثه اللي بتحصل وانهم ازاي بيقدروا بيثبتوك انك تتفرج على الفيديوهات دي. هوريك انا دلوقتي حته الادراك، وهفتح لك رؤيه جديده وانت ما كنتش تعرف عنها. فمثلا انت فتحت انستجرام، فتحت تيك توك، ايا يكن، فانت فضلت تقلب فراح ظهر لك فيديو تحفيز. انت اتحفزت وقلت تمام يلا بينا وهو ده المطلوب، انا خلاص اتحفزت، هقوم هشتغل او هقوم ان انا هذاكر او هقوم هعمل اي حاجه مفيده يا اخي في حياتي. بس انت مفكر ان الفيديوهات دي اتعملت عشان تحفزك عشان تقوم تعمل الحاجه المفيده اللي في حياتك. انت بتعمل كده ظهر لك الفيديو التحفيزي، فبتكون عندك السن او شعره كده في مخك انك عاوز تعمل سوايب مره التانية التالتة. ففي المره ما بيجيلكش، بيجيلك فيديو عادي انت مش مهتم بيه، في التانية بيجيلك فيديو برضو انت مش مهتم بيه، في التالتة يخبطك واحد تحفيزي تاني، تتفرج على الفيديو، الخوارزمية هنا تلقطك. بس هو ده يعني انت بتاع فيديوهات تحفيزية يا باشا، تعالى انا هلعب عليك دلوقتي اوسخ لعبة. فبتيجي انت هنا خلاص هم لقطوك انك انت بتاع فيديوهات تحفيزية، فهيعملوا لك حاجة بسيطة جدا، هيعرضوا لك شوية فيديوهات تحفيزية كتير قوي. فانت هتكون عندك انواع فيديوهات تحفيزية مفضلة ليك. ممكن شخص مثلا بيحب فيديوهات الانمي بتحفزه، ممكن شخص تاني بيحب فيديوهات مثلا الفلوس او العربيات والحاجات دي بتحفزه. فانت لو انت مش واخد بالك من حاجة، انه الفيديوهات التحفيزية اشكالها كتير قوي. ممكن شخص تاني يجيب لك فيديو تحفيزي عن الدين مثلا بيحفزك، ففي اشكال كتيرة قوي. بس بتيجي هنا الفكرة انه بعد لما انت تختار الشكل اللي انت عاوزه او لما يعجبك الشكل اللي انت عاوزه، فلنفترض انك انت عجبك شكل الانمي، يعني الفيديوهات اللي بتظهر لك انمي تحفيزي عجبتك، فشوف الوساخه اللي بيعملوها، شوف حرفيا كميه الوساخه اللي بيعملوها. اول ما يعرفوا الفيديو التحفيزي المعين اللي عجبك، فبيبدا يعرض لك النوع اللي عجبك. وزي ما افترضنا انه النوع اللي عجبك هو فيديو انمي، بيعرض لك فيديو عادي جدا. تيجي بعدين الفيديو اللي بعده يعرض لك نوع تحفيزي ولكن مختلف، يعرض لك مثلا نوع تحفيزي عن فيديوهات اندرو تيت مثلا التحفيزيه.
فانت هنا دماغك لا انا عاوز فيديوهات تحفيزيه، بس انا عاوز فيديوهات تحفيزيه زي انمي مثلا، فانت هنا دماغك ما بتتكيفش قوي، فتسوايب مره تانية برضه بيعرضوا لك فيديو ثالث لمثلا اندرو تيت، فبتيجي تسوايب مره رابعه تلاقي الفيديو تحفيزي جديد من نفس النوع اللي انت بتحبه، من نفس الطراز اللي انت بتحبه، فبتفضل مكمل. تيجي تسوايب تاني يعرض لك فيديو مختلف خالص، ايوه هو فيديو تحفيزي وكل حاجه بس فيديو مش النوع اللي انت بتحبه. تسوايب تاني يعرض لك النوع اللي انت بتحبه. انت متخيل انه شغال بيلعب عليك حتى بالانواع اللي انت بتحبها، فتفضل حرفيا تقلب 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 كل ده عشان توصل للنوع اللي بيكيف دماغك من الفيديوهات التحفيزيه، وكل ده تحت مسمى انك بتطور من نفسك. والمشكله هنا انك بعد ما بتخلص التقليب ده كله وتكون ضيعت ساعه او ساعتين بتتفرج على فيديوهات تحفيزيه، انت مش هتطلع ندمان او مش هتطلع تقول يا ده انا ضيعت وقت كتير قوي، ده ما ينفعش اللي انا عملته ده. انت هتطلع راضي ومرتاح على الفيديوهات اللي انت اتفرجت عليها دي كلها، وهتقول انك اديك بتطور من نفسك او اديك بتعمل حاجه مفيده في حياتك. شفت كميه الوساخه اللي بتتلعب عليك؟ فانا دلوقتي يعتبر علمتك الحاجه دي ايمان ما شرحهاش. ايمان قال لك انك بلاش تتفرج على فيديوهات تحفيزيه او بلاش انك تكون مدمن، بس انا هنا علمتك انك ليه بلاش انك تكون مدمن، عشان بيحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا. وانا واحد زيك وقعت في الفخ ده، بس بعدين ايقنت اللي انا كنت بعمله. فاول حاجه انك ما تكونش مدمن فيديوهات تحفيزيه، ما تكونش فعلا مدمن فيديوهات تحفيزيه. الفيديوهات التحفيزيه انا بتفرج عليها بس بكون مدرك لما انا بتفرج عليها، والفيديوهات التحفيزيه دي ما بقولكش امنعها خالص، بس انا عايزك تتفرج على الفيديو التحفيزي وانت مدرك ايه اللي بيحصل عليك. لانك لما انت هتكون مدرك، لو انا عندي 5 دقايق 10 دقايق مثلا حابب ان انا هقضي وقت فيهم ان انا هتفرج على فيديوهات تحفيزيه، خلاص اول لما احس عقلي ابتدى يتسحب في الموضوع ده بقفل الابليكيشن على طول او بطلع منه خالص بحذفه. وتقريبا انه كفايه لحد هنا لما شرحنا الحاجات دي كلها، لان مش عاوز اطول الفيديو اكتر من كده عشان تستوعب كميه المعلومات الجايه. لان انا حرفيا هقدر ان انا هقول لك ما تبقاش مدمن تحفيز، ما تعملش كذا ما تعملش كذا، وهقول لك العادات كلها وارصها لك، بس صدقني مش هتفهم اي حاجه، والله العظيم مش هتطلع مستفاد باي حاجه، مش هتكون حتى فاكر الحاجات اللي انا قلتها لك. لكن انا لما انا هاخد لك نقطه نقطه واشرحها لك بالتفصيل، واهم حاجه احط عندك سنه الادراك والوعي في الحاجه اللي بتحصل لك، هتكون طالع وفاهم انه الحاجه دي بتحصل لك عشان كذا 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 كذا، مش عشان انك انت سمعت من الشخص ده انه ما تعملش الحاجه دي. مش هو ده هدفي ومش هو ده اللي انا بقدمه. في ناس كتير قوي بتقدم الحاجه دي، بيطلع بيقول لك نصايح كتير قوي، فانت بتطبق النصايح ويمكن كمان انك ما بتطبقهاش، بس حتى لو انت طبقتها بتطبقها عشان الشخص ده قال لك ما تعملش الحاجه دي. لكن لو انت طبقت النصايح اللي انا بقولها لك، انت هتطبقها عشان انت هتكون مدرك للحاجه دي. فحرفيا انت لازم انك تشترك في القناه دي، حرفيا انت لازم انك تنزل دلوقتي تشترك في القناه دي. واخر حاجه هقولها لك، ما تسمعش لعقلك، اسمع لنا.